مشياني من النادي الاهلي عشان انا اصريت ان انا امشي من النادي الاهلي عشان الفتره دي ما كنتش بلعب، وكابتن حسام بدري ما كانش بيعتمد عليا، انا اللي طلبت امشي، فندمت ان انا مشيت. يعني انت كنت مصدوم ساعتها ولا كابتن حسام كان مستواك يأهلك انت ما تلعبش؟ لا هو كان بيلعبني وكنت ماشي معاه كويس، لكن هو الراجل يعني رحنا تركيا، معسكر في تركيا، وحسيت ان انا باين طبعا من خلال المباريات الوديه الاستعدادات اللي هو كان تريزيجيه لسه طالع فبيلعب تريزيجيه، فواضح ان انا خلاص على مدار الموسم انا مش في دماغه، فبلعب 10 دقائق ربع ساعه ما العبش خالص، فحسيت ان انا مش هيبقى ليا دور وانا مش بحب ابقى. كابتن حسام عمل نفس القصه مع كابتن بلال وكابتن متعب وشريف اكرامي. شريف اكرامي. انت عارف دايما لعيب الكوره بيبقى عايز دايما يبقى متواجد، عايز يبقى طبعا دايما في المستطيل الاخضر، فبيبقى صعب عليه. كانت تفرق معاك لو اتعامل معاك نفسيا؟ طبعا يعني حتى انا ما هلعبكش بس نفسيا انت موجود طبعا. وانت يعني انا لما اتكلمت في الموضوع كابتن سعد ابو حفيظ ده طبعا اخويا الكبير كلمني بمنتهى الشياكه والاحترام، انت من اللعيبه الكبيره ازاي وي ومتمسك بيا، طب اصبر هكلم الكابتن حسام، يعني الراجل بيبين لك يعمل احتواء. فطبعا الموضوع لما راح لكابتن حسام هو واضح ان انا ما كنتش في دماغه خالص، فالراجل يعني وافق ان انا امشي. انت عارف لو انا كنت منتظر منه طب اصبر هتيجي الفرصه كلمني حتى لو مش هتلاعبني زي ما حضرتك بتقول، بس اديني الثقه، اديك الثقه، اتمرن هتبقى كويس، انت ليك دور، انت هتفرق معاك، كنت تتمسك بيا. لكن طبعا لما لقيت اللي هو كده انا اتمسكت ان انا امشي، لكن لو رجع بيا الزمن مش همشي من النادي الاهلي. امنيه بقى كان نفسك فيها وما اتحققتش؟ ان ابويا الله يرحمه كابتن اينو يشوفني وانا مدرب زي ما شافني وانا لاعب وحققت بطولات الحمد لله، وشافني في الملعب كتير وكان بيلف ورايا. كان نفسي يبقى موجود لما بقيت مدرب وبقيت مسؤول عن فرقه كامله، والنجاحات اللي انا عملتها الحمد لله في قطاع الناشئين في النادي الاهلي والبطولات اللي خدتها وانا مدرب وحياتي دي بقى، كان نفسي اللي هو يكمل معايا لما بدات حياتي التدريبيه بقى. واكيد ده قدر ربنا طبعا. طبعا، بس انا طبعا انا كان نفسي اكون متواجد، اللي هو مشاعرك دي ده بر ليه طبعا، ربنا طبعا يرحمه. طبعا الله يرحمه طبعا، لكن كل شيء نصيب. جالك امتداد ليه. اقرب لاعب ليك في الوسط الرياضي؟ ناس كتيرة والله يعني. بس في حد كده بيبقى الانتيم بتاعك كده بترجع له بتشيله يعني حسام عاشور الناس كلها عارفة بحكم اللي احنا من أول ما دخلت النادي الأهلي 5 سنين في النادي الأهلي احنا في أوضة واحدة، في المعسكرات في السفريات في كل حاجة، بس ده ما يمنعش اللي طبعا كل الناس كتيرة زمايلي يعني جمال حمزة في الزمالك كان حسن كابتن كده بتلجأ له بتاخد رأيه في حاجة بترجع له بتستشيره حسام عاشور؟ مش لا يعني في حاجات بقى مواضيع وكده، مثلا برجع للكابتن ياسر رضوان، كابتن ياسر رضوان بحبه جدا واشتغلت معاه، من الناس اللي في الكوره وبره الكوره ده اخويا الكبير. كابتن سمير كمونه، الناس اللي انا اشتغلت معاها بقى في التدريب كبار، زي ما حضرتك بتقول تستشيرهم بقى في حاجات في مواضيع هم خبره عنك، فدول كابتن فاروق جعفر بحبه جدا، كابتن رضا عبعال بحبه جدا، محمود ابو الدهب، الناس دي كلها كباتن انا بحترمها.